في جزء من الانترنت عمرنا ما شفناه، مش بتوصل له بجوجل ولا حتى تعرف هو فين. اسمه الدارك ويب، مكان مليان اسرار وممنوعات وجرايم وحاجات انت ما تتخيلهاش. تعال احكي لك القصة كاملة ونعرف مع بعض ايه هو الدارك ويب ومخاطره وبيحصل ايه جوه. الناس فاكرة ان الانترنت هو اللي بنشوفه كل يوم، فيسبوك وجوجل ويوتيوب، بس الحقيقة دي مجرد قشرة. الانترنت الحقيقي بينقسم لثلاث مستويات. اول جزء وهو السيرفس ويب، وده الجزء اللي كلنا عايشين فيه، اي موقع تقدر توصل له عن طريق محرك بحث زي جوجل مثلا. تاني مستوى وهو الديب ويب، وده اعمق شوية، مواقع مش متاحة للكل زي حساباتك البنكية وقواعد بيانات مستشفيات وجامعات، حاجات ما فيهاش حاجة مخالفة بس مش ظاهرة للعام. تالت جزء وهو الدارك ويب، وده بقى عالم تاني خالص، اماكن مش بتظهر في جوجل وروابطها غريبة ومفيش اي طريقة توصل لها من غير برامج خاصة ومشفرة، هي بس اللي تقدر تدخلك عالم الدارك ويب. وعلشان تدخل الدارك ويب مش هينفع تكتب اسم الموقع على جوجل وتفتحه كده وخلاص، لان الموضوع مختلف شوية. في متصفح مخصوص اسمه تور، وده اختصار لذا اونيون راوتر. المتصفح ده مش زي جوجل كروم او فايرفوكس، لا ده معمول علشان يخفي هويتك بالكامل. انت اول ما بتفتحه كل حاجة بتعملها بتعدي على شبكة كبيرة من الخوادم حوالين العالم، وده بيصعب جدا تتبعك او معرفة مكانك. المواقع هناك روابطها مش بتنتهي بدوت كوم او دوت نت، المواقع هناك بتنتهي باونيون، زي مثلا الرابط اللي هيظهر على الشاشة قدامك دلوقتي ده. صعب جدا تحفظها او توصل لها وبتتغير بشكل متكرر، وده جزء من الحماية اللي بيوفرها المكان ده. طب ليه اسمه اونيون او بالعربي بصلة؟ وده علشان طريقة الحماية فيه شبه طبقات البصل، كل طبقة بتشفر الطبقة اللي قبلها، حتى لو حد حاول يوصل لك هيلاقي نفسه بيتوه وسط الطبقات دي. بس خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، مجرد انك دخلت المتصفح ده مش معناه انك امن، انت كده دخلت عالم تاني خالص. لو فتحت موقع غلط او ضغطت على رابط مشبوه ممكن حد يخترق جهازك في لحظة، او الاسوأ من كده انه يبتزك بمعلومات وحاجات هو اخترقها على جهازك. الدارك ويب مش كله جرايم، بس الجرايم اكتر بكتير. اشهر الحاجات اللي ممكن تلاقيها هناك مواقع بتبيع مخدرات بجميع انواعها، تجارة اسلحة من مسدسات لاسلحة تقيلة، خدمات هاكرز زي انك ممكن تأجر حد يهكر لك جهاز او حساب، ده غير المواقع اللي بتبيع بيانات بنكية وبطايق ائتمان، وكل دي حاجات مسروقة، وجوازات سفر مزيفة، واخطرهم بقى شبكات وتجارة وحاجات بشعة الواحد ما يرضاش يقولها. في شائعات عن حاجة مرعبة جدا اسمها الريد رومز، دي أماكن بيبثوا فيها والناس بتدفع بالبيتكوين علشان يتفرجوا أو يطلبوا طرق معينة. جحود بعيد عنك. في كمان منتديات بتناقش كل حاجة، من نظريات مؤامرة لتعليم صنع قنابل